السلام عليكم أحبابي، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتنا. إلا كنتي جديد معنا ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا. اليوم غادي نهضروا على واحد السيناريو غريب شوية. شنو يوقع إلى الأرض بدات كتفقد 1% من الأكسجين كل ثانية؟ طبعا حنا كمسلمين كنعرفوا أن الله هو اللي حافظ هذا الكون، وكنآمنوا بقدرته وبأنه كل شيء بيده سبحانه. هذا الفيديو غير نظرية علمية وتخيل فقط، باش نفهموا شحال الحياة ديالنا حساسة ورقيقة. تابعوا معايا للنهاية وعيشوا التجربة في خيالكم. تصور معايا، كل ثانية كتنقص 1% من الأكسجين في الهواء اللي كتنفسه. في الأول ما غاديش تحس، ولكن مع مرور الثواني الهواء كيبدا يخفف شوية بشوية. من بعد 30 ثانية كتحس براسك كتجبد النفس بصعوبة، الموتورات كتحبس، السبيطارات كتولي مظلمة، وفي دقيقتين الطيارات كتطيح والبحورة كتخنق والسما كتحمر. إلى الأرض بدات كتفقد 1% من الأكسجين كل ثانية، فهنا العالم غادي يسالي بسرعة كبيرة. من بعد 10 ثواني كيبقى غير 90% من الأكسجين، بحال إلا كنتي كتطلع لجبل عالي بحال إيفرست. الرياضيين المحترفين غادي يحسوا براسهم كيتعذبوا في الحركة، والناس اللي كيسكنوا في مدن عالية شوية بحال أسبان في كولورادو يمكن يتأقلموا، ولكن الباقي غادي يحس بالاختناق. 30 ثانية و26% من الأكسجين مشى، الهواء نقص بزاف، كتحاول تنفس ولكن ما كايناش الكمية الكافية. العمال كيعرقوا، الطوبيسات كتحبس، والناس في السبيطارات ولاو أسوأ، خصوصا المرضى بالقلب أو الدماغ. الطيور كيبداو كيطيحوا من السماء حيت ما كيبقاوش قادرين يطيروا بلا داك المستوى ديال الأكسجين. وحتى النباتات كيتأثروا حيت حتى هما كيتنفسوا الأكسجين باش ياخذوا الطاقة. من بعد دقيقة نصف الأكسجين سال، الناس الشفاه ديالهم ولاو زرقين، التفكير مشى، والناس كتطيح في الأرض بلا وعي. الطيارات كتطيح من السماء، السيارات كتحبس، ما بقات لا طاقة لا تيليكوموند. من بعد دقيقتين 70% من الأكسجين مشى، الكائنات الحية كتطيح وحدة بوحدة، البحر كيطلق الغازات اللي كانت مذوبة فيه، والكائنات البحرية كتخنق. الأوزون كيبدا كيتدمر، والأشعة فوق البنفسجية كتولي كتدخل للأرض وكتحرق الناس. وفي الدقيقة 8 بقات غير 1% من الأكسجين وكل شيء كيموت، حتى البنايات كتطيح حيت حتى الكونكريت ما بقاش قادر يتماسك بلا الأكسجين. الجسد البشري اللي فيه 65% ديال الأكسجين كيتفكك. ولكن واش ممكن الأرض ترجع كيف كانت؟ إلا كان غير الأكسجين في الهواء هو اللي مشى، ممكن نرجعوا نعيشوا مع الوقت، حيت كاين بعض البكتيريا اللي ما كتحتاجش الأكسجين، وحتى بعض الكائنات بحال الصراصر والفئران العريانة نيكد موراتس كيتحملوا بلا أكسجين. ولكن باش الإنسان يرجع خصنا نستناو ملايين السنين، ويمكن حتى الشمس تدخل الأرض بزاف وتولي غير صالحة للحياة. واخا هكاك الحمد لله ما كنفقدوش 1% من الأكسجين كل ثانية، ولكن تخيل لو وقع شي نهار